يمكن انسى الماضي. يا ويجز وفي نكش البابلو. الو واهلا بيكو في الشيكو شيك البوم ويجز افتر بارتي. حلو اسمه كده ولا عقارب؟ اسمه عقارب. بص يا صاحبي احنا هنتفق اتفاق من اول الفيديو علشان الفيديو يعدي بسلام. مؤخرا بقت في ناس متضايقه من ويجز وبتقول ان ويجز بقى وحش. طيب بص، هو ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل بسبب انه انت بقيت مستني من ويجز حاجه معينه، وايه هي حاجه معينه؟ هي تراكات راب وتحديدا بالطريقه القديمه بتاعت ويجز. هل ويجز هيعمل كده؟ الاجابه لا. سكه ودغري خلصت خلاص. الراجل جاوب اكتر من مره ومش هيعمل لك اللي انت مستنيه. هو قرر يكون ارتست مش مجرد رابر بس موجود. هو عايز يعمل كل الانواع بتاعه المزيكا وعايز يستمتع برحلته كفنان، فيجرب هنا ويجرب هنا ويكسب الجمهور من هنا ويكسب الجمهور من هنا، وده اللي ويجز هيقرر يعمله. انت موافق على ده روح اسمع ويجز، انت مش موافق على ده ما تروحش تسمع ويجز علشان ما تنتقدوش. حلو، هو الراجل دي البيعه بتاعته، عايز تشتريها تمام، مش عايز تمام. ماشي يلا بينا. لو بتتفرج على يوتيوب ما تعمل لايك كده وسبسكرايب وبتاع لو انت مش عامل سبسكرايب، يعني فاهم. بص في الالبوم لو انت بقى من الجمهور اللي انا كنت لسه بقول عليهم من اللي مستني الراب من ويجز، فهو في راب موجود او في حاجات شبه القديم بتاع ويجز تشم شويه. وفي نكش البابلو بالمناسبه، يعني تعال نخش على نكش بابلو اقول لك نكشوا فين. نكشوا في تراك بيقولوا مش بيتاخر وانا ما اتاخرتش، جيت تعمل فيها ويجز ما عرفتش. بيتاخر وانا ما اتاخرتش. مين اكتر حد بيتاخر؟ هو بابلو. بيتاخر في ان هو يعمل ريليز للالبوم بتاعه او للتراكات بتاعته، فقال لك بيتاخر وانا ما اتاخرتش، جيت تعمل فيها ويجز ما عرفتش. بابلو الفتره الاخيره لما بيطلع على الستيج بيحاول ينكش ويجز عن طريق انه بيقلد ويجز وهو بيصوت على الستيج، فقال له انت ما عرفتش تعمل ويجز، ما عرفتش، انا مش اسكندراني، ما عرفتش تعمل ويجز. مش كل عركه نخشها، حاجات كتير ما تتفوت. في حته بس هنا مهمه، انه مش كل عركه نخشها، وهنا ده بيرد على فكره انه هو في ناس كتير قوي بتنكش ويجز بس هو ما بينزلش بيفات ولا بيدخل دسات علشان هو شايف ان مش كل عركه نخشها. في ناس تانية بتبقى شايفه ان ويجز ما يقدرش يخش الدسات والبيفات، فيعني شوف انت من انهي مدرسه وخد البار زي ما انت عايز. بس التراك اللي شبه زمان قوي بالنسبه لي هو افتر بارتي. تعال نروح بغض النظر عن الحته دي، يعني لا مالناش دعوه بيها. معايا الزرعه الخضراء تعال نشوف مين الاجرأ، فين ما احب احطك معايا البفه الخضراء. فاهم؟ قديمه. احنا في السكه بتاعتنا، يعني السكه بتاعت ويجز اللي وحشنا. عندي دماغ حضرة معايا الصحبه الضاله، معايا محصول من بره بنسى بدرك. الرص القديم بتاعه انا تراك افتر بارتي يعني من اكتر التراكات اللي جايه معايا في الالبوم ده، لان حاسه شبه الحاجات اللي انا مستنيها منه. يعني يا مفقوسين شوفوا غيرها، مش شايفكم دلوقتي الا فينكم بالحق، مش شايفكم بالحق. شبهه يا صاحبي، فاهم؟ شبه ويجز القديم. والكورس اللي فيه عجبني، اللازمه اللي في التراك حلوه قوي. صاحبي عندي كتير اشغال بس في افتر بارتي، ابيض واحمر وازرق واخضر يمكن انسى الماضي. الرصه حلوه قوي والفلو حلو جدا جدا فيها. صاحبي عندي كتير اشغال بس في افتر بارتي، ابيض واحمر وازرق واخضر يمكن انسى الماضي. بغض النظر عن البار ده ما تمشيش وراه، ما حلوه، ما تدينا من ده كتير، فاهم؟ بس من التراكات اللي عجبتني وهي مياله شويه، يعني لو هنقول ان احنا في الهيب هوب فهو مش راب بس، في راب وفي ار ام بي. ففي تراك ار ام بي عجبني جدا عند ويجز اسمه باد دايز. عندي برادا وحقودين ملايين وعليهم فينا وباد دايز. رايقه، فاهم؟ حلو الفلو حلو. انا رايح ناحيه ديزي شويه، حاسس شامم ريحه ديزي، شامم ريحه كريس براون، شامم ريحه ذا ويكند، بس تراك حلو جميل. بتقولي بتحبيني عشان حاجات كتير غير اللامبورجيني، وعشان شخصيتي مش عشان اهم نجم في جيلي. فلو حلو واللحن جميل جدا. اللحن جميل، بلاش فلو اصلا لان هنا في لحن اكتر. اللحن جميل ولذيذ، والمزيكا في الرايق منه، حاجه في الار ام بي. بس زي ما بقول لك كنت حاسس لو هيبقى فيت مع ديزي كان ديزي على الحته دي كان هيبوم. بس برضه يعني ويجز عامل باد دايز دي بطعمه وعملها بريحته، خصوصا في الفيرس الثاني. يعني بص اسمع الفيرس الثاني. طول عمري العنطزه مش جونا، مع ويد سايقنا بس الفنا فانتازيه وعايشين سننا. فهمت ليه بقول لك انه عاملها بطعمه؟ الكلام بتاع ويجز اللي هو طول عمر العنطزه مش جونا، مع ويك سايقينها متسلفنه، فانتازيه وعايشين سننا. فتمام، دي المصطلحات اللي ويجز بيحطها دايما في التراكات بتاعته وبتميزه، فهو حطها في الحته دي برضه. خد بالك ويجز لما بيروح في الناعم زي بتاعت جيرل فريند، مش بالساهل اتعصب بس روحي مستاهل. لما بيروح في الحته دي هو حلو بالمناسبه، هو مش وحش. هو بس ممكن جمهور الراب ما يبقاش مبسوط بده، لانه انا قاعد مستني من انت رابر محسوب علينا رابر، بس هو خلاص قرر انا هكون ارتست، انا هخرج بره فكره الراب، انا فنان بعمل مزيكا، هعمل كل انواع المزيكا. خصوصا بقى في الالبوم الجديد. بص هو عاملها في حاجه حلوه قوي. ازاي تفوتوني، ازاي تفوتني انا حياتي مش قادره افهم مشاعري، ما كنتش عايش عشاني.
قايلها حلو قوي. فكرة ومؤمنين بيها، لسه عندنا أمل، نهاية يعني بداية جديدة لسه فيها نفس. تراك برضو لذيذ بعيدا عن الراب، هو تراك لذيذ هتتبسط بيه، الفايب بتاعته حلوه، والكلام بالمناسبه في الالبوم كله الكلام فيه مضمون، هو مش مجرد كلام بس. يعني ويجز بيحكي حكايات شاب بيدور على امل، شاب كان محبط وقام بيحكي بيفلكس احيانا، فانت هتلاقي شويه كلام حلو يعني. بس تقريبا دول اكتر حاجات عجبتني، لان الباقيين هم تحسهم قريبين للتكنو، هو مش تكنو بس قريبين للحاجات بتاعه التكنو، اللي هو لازم تمسك ازازه ميه وتعمل كده انا ما بحبش نوع المزيكا ده، يعني ما بحبش الحفلات دي بشكل عام. زي بس التراك بتاع اسمه ايه، اسمه دي تقريبا، تراك اسمه دي مع سافيج بلوج، انا مش عارف مين سافيج بلوج، وجايز ده يبقى جهل مجني يعني. بس التراك ده فيه بار عجبني قوي، او فيه بارين عجبني. بس لازم يبقى فيه منكم الفارس يعمل ايه بدون فرس. بس لازم يبقى فيه منكم الفارس يعمل ايه من غير فرس. حلوه جدا عجباني، وتشبيه صايع ولعبها بطريقه حلوه. بس زي ما بقول لك نوع المزيكا ده، بص اسمع. عايز بس طريق، انا مش فايد السيطرة صايعين بقى بعيد عني انا، يعني ده مش ذوقي انا، بس هو ذوق ناس كتير بالمناسبه، يعني لان الحفلات دي بتبقى مليانه ناس كتير. وصلنا للحته اللي انت اكيد قاعد مستني، هو فين التراك بتاع زياد زازا؟ هو تراك زياد زازا موجود في الالبوم. ويجز وزياد زازا اتجمعوا مع بعض، عملوا النوع بتاع المزيكا اللي انا بقول لك عليه ده، اللي زياد تقريبا عامله في فودافون، واللي ويجز عمله مع دي فوق. فانا بالنسبه لي انت بتعمل كولابريشن علشان ايه؟ هي فكره التعاون من وجهه نظري، مش من وجهه نظر الارتست. يعني هم بيبقوا كيانين، كل واحد فيهم مش عارف يعمل حاجه لوحده، فمحتاج ان هم يتجمعوا مع بعض عشان يطلعوا منتج متكامل. انتوا لما اتجمعتوا مع بعض طلعتوا بالنسبه لي منتج انا سامعه قبل كده كتير. الكلام حلو بالمناسبه جدا، يعني كلام التراك بتاع غريبه بتاع زياد زازا وويجز حلو جدا. كان محتاج فلو تاني ومحتاج مزيكا تانية، علشان زياد زازا وويجز تجمعوا مع بعض في تراك. انا كنت مستني بمية السنه، ما كانش عندي امل في الالبوم خالص، ما كنتش مهتم ان في البوم نازل خالص. بالنسبه لي في اتنين انا بثق في دماغهم جدا، ويجز وزياد زازا هيفيتوا مع بعض، فانت ازاي طلعنا ده في الاخر؟ جايز انا كنت حاطط اكسبكتيشنز عاليه، وجايز يبقى هو ده احسن حاجه يقدروا يطلعوها سوا، او دي احسن حاجه طلعت منهم. بس زي ما بقول لك انا كنت متوقع اعلى من كده بكتير. اوفرول بالنسبه لي ويجز خلاص ارتست مش رابر، هو قرر انه مش هيبقى رابر، لو هيراب كل فين وفين. هو عايز يستمتع بالمزيكا وعايز يستمتع برحلته، ودي حاجه انا بقدرها جدا جدا وموافق عليها. هو بيعرف يعمل انواع كتير، فخلوه يجرب. انا اسف. فطبيعي يجرب، والناس مبسوطه بيه، بدليل انه كوميرشال موجود في الاعلانات، بيظهر في التلفزيون، بيعمل حفلات في كل حته في العالم. اذا نوع مزيكته ده مطلوب، فاهمني يا صاحبي؟ فاحنا مش احنا اللي هنمشيه على مزاجنا، هو الراجل هو في الاول وفي الاخر بيعمل الحاجه اللي هو بيتبسط بيها، زي ما انت بتتفرج على الحاجه اللي بتتبسط بيها وبتعمل فيفورت للاغنيه اللي بتعجبك، فاهمني؟ فهي مش خناقه، فسيبوا الراجل يشتغل. انت مش عاجبك خلاص ما تسمعوش. انا عن نفسي اهو، انا بقول لك انا زيك، انا هسمع التراكات اللي فيها راب والحاجات الار ام بي الخفيفه، الحاجات اللي فيها تكنو شويه مش هسمعها. ليه؟ لانه مش ذوقي، مش عشان هي وحشه. فهمت؟ لو وصلت للحته دي في الفيديو زي الفيديو اللي فات، اكتب لي بقى كلمه سر، عشان انا ايه، بحب الناس اللي بتكمل معايا للاخر، لان انا رغاي قوي قوي والله العظيم، حقكم عليا. وكانوا يومين حلوين. فاضل لنا ديزل اوزي، مش ناسيك. انا عارف ان انت تهت في الزق ده، انا هاكلك علقه. حد ينزل البوم في الوقت ده؟ والله العظيم 3 بقلق من اي حلقه فيها ويجز. واللي بينا ما بسألش حل لا سن لا دورة سحليلة دارنا في الناحية النبي، نمبارة ساخن من النسارة. يلا.